وطبعا السالفة معروفة، كثير من الإخوان يعرفها، وأعتقد أن صار لها مسلسل، عملوا لها مسلسل عرض في التلفزيون السعودي. السالفة طبعا هي معروفة على ماجد الحثربي. ماجد الحثربي الشمري مشمر، كان له قصة مع مفوز من النمصان، أمير النمصان نفس الشيء من شمر. وكان عندهم عند مفوز واحد النحايف. الحايف عند البادية هو اللي يجي بروحه، ما هو لأن فيه حايف وفيه غزو، الغزو هم اللي المجموعة. أما أن الحايف يسمونه حايف اللي يحوف بالليل أو ياخذ عاد اللي تهيأ له. جاهم حايف ومسكوه، مسكه أنت مفوز وخلاه ربيط عنده، وكان من عادتهم أنهم يمسكون الحايف إلى أن حتى يشترونها هله، يشترون هله بالإبل أو بالخيل. وأخذ له مدة عنده، وفي مرة من المرات حصلت له فرصة الحايف وهو مربوط، وانحاش وزبن على بيت ماجد الحثربي، وقبل لا يصل البيت الحقه مفوز وضربه وقطع رجله بالسيف. الحقه في مراح الإبل، يسمونه مراح الإبل اللي هي تمسي فيه بالليل، هذا يعتبر حرمة للبيت. من وصل المراح الإبل خلاص هذا كله تابع للبيت. المهم انه قطع رجله، وعندما قطع رجله وقامت ام ماجد وهدمت البيت، هدمت نص البيت. يوم انه جاء ولدها ماجد قالوا وش الخبر، ليش هدمت البيت؟ قالت البيت اللي ما ينجي دخيله ما ودك انه يبنى. هني عاد كبرت السالفه طبعا عنده، وقام يحاول الفرصه، يحاول انه يتمكن منه، وراح عند خواله اللي هو فهيد وعمر من شمر، وظنوا انه عاشق او ظنوا انه، ولكن تبين في الاخير انه ما هو ما عنده عشق. وقال عاد القصيده يوم يقول قال يا عمر يا مدلاء يا فهيد، يا اخو فهيد اللي بك الطيب موصوف، الكل منكم يشبع الطير لا حام، يا عمر يا مدلاه يا نازل الخوف ابلشني وانت تنشد من ايعام، يا عمر يا مدلاه يا نازل الخوف ابلشني وانت تنشد لك ايام، ما تشوف حالك انه حاله بالعوف ولا عليل اللي على الزاد من صام، لو قربوا عندي من الزاد بصنوف مسيح من فوقه على الزاد بيدام، ولو حنطة البلقع مع تمرة الجوف ما تقبله كبد عليها الطنا، حامل او يعترض لي لابس الطوق وشنوف في ديرة لا حول كفر ولا اسلام مع عارضه، لو هو بامان من الخوف ولا ابغيه، لو انه على الروح عزام شفي مفوز، شمعة الربع منقوف خياله اللجن عثعث ورضام اللي كساني ثوب نسمر وانا اشوف، خله يقع في سهر عيني ولا نام. يعني انه بياخذ الثار منه، الى قال من عقب ماني قنب انصرت انا صوف، اجوز الحضر المقيمين للحام اقطع عليه النزل طوف ورا طوف، اقلط عليه بربعة البيت قدام ثم ملهبه بمصقل يبرد الجوف مصوق عند الصنانيع بالحام، اما عيني البيض يصف جنب كفوف ولا فلا يمشي على كل الاقدام. طبعا تمكن من مفوز، وعندما تمكن منه اضربه، وكانوا على فيضة الأديان يسمونها الفيضة، كانت عليها شمر والظفير وعنزة، وكان بينهم عهد إن ما حد ياخذ أحد وإنه ما يصير بينهم ثار. عندما هذا زبن، وعندما زبن على البويت بيت عجوز متشطر عند الظفير عند الصويط، عندما زبن عليها صار بينهم، قالوا حنا بيننا عهده، قالوا الصويط لا، حنا البويت هذا البويت العجوز ما حضر الهدنه اللي سموه الصويط بأهل البويت معروفين أهل البويت. قالوا وشلون؟ قالوا ما فيه، هذا زبن على البيت، والبويت يسمونه البويت لأنه صغير، وهذا ما حضر الهدنه. المهم انهم انجوه الريجي. عندما انجوه عندما راح عقب ما راح عند شمر، راح عاد عنده وقصد قصيدتين ثانيه، يوم يقول يراكب من عندنا فوق حائل ملحن تلاعب غبة الشمس ظله، ما ظل غير الصويطات ضايل تغيم عرض بالسيف دوني وسله، الصويطات ما هم من رذال الحمايل من موكر يذبح من الصيد جله، الصويطات يعطون المهارة الأصايل والمعركة وعنالها تبع تله، أرعى بظل عصيل وماني بسايل بيمن زرود، نازن عثعث له بمصقل يبرد لهيب الغلايل تو المزين، صاق شدر تله مناش فردوزا عليه النثايل أكود،
مر الملا نافع له ما همني راس له الزوم طايل اكود سعدون وانا غاضي له. سعدون هو سعدون بن عريعر. سعدون بن عريعر وعندها بعد طلبه عندما سمع القصيده طلب ماجد الحثربي انه يروح عنده وتطول السالفه علينا. اما عصيل يوم يقول عصيل ارعب ظل عصيل ولاني بسايل. عصيل هو السيف، سيف ابا الميخ. ابا الميخ من كبار شمر. يعني مسمين السيف لان كثير من الاخوان يسال عن عصيل. عصيل هو السيف، هو سيف ابا الميخ. سيف ابا الميخ من شمر. يقول ارعب ظل عصيل ونادي بسايل. وبعدها راح عند مثل ما ذكرت راح عند ابن عريعر يوم طلبه يقول اكود سعدون وانا غاضب له. راح عنده. اما بالنسبه لابا الميخ فابا الميخ مثل ما ذكرت هو من كبار شمر ومن شجعانهم. وفيه واحد من بعد قال له ابا الميخ ثاني عارفه اكبر عارف في الباديه واذكى واحد عندهم اللي يحطونه عارفه. لان كان الباديه يعملون عارفه يجيبون العارفه اللي هو الشخص اللي يثقون منه. الشخص اللي يثقون لان هذاك الحين ما في عندهم لا تحقيق ولا وكيل نيابه ولا قاضي ولا شيء. يحطون واحد ثقه ويزكونه بثلاثه بعد يجيبون ثلاثه ثقه مثله ويحطونه. هذا من ذكائه انت يا ابا الميخ هذا الشمري. قيل انهم كانت عندهم الخيل والخيل كانت بالمعذر. المعذر انا سبق اني ذكرت ان يقول المعذر هو معذر الخيل. عند الباديه اللي قلت الخيل تفلي يضحكون عليك او اللي تفلي هي الغنم او الابل، اما الخيل فهي المعذر يقولوها المعذر. كانت في المعذر وكل واحد منهم جابت مهره وماتت واحده من المهار ويوم جاوا للفرس ترضع منها المهرتين، ترضع من هذه وترضع من هذه. قال هذاك بنت فرسك هي اللي ماتت. قال لا الا انت بنت. المهم انهم تمشكلوا وراحوا عنده. قالوا ايش عندكم؟ قال عندنا الخيل هذه وضعن بالمعذر ولقينا واحده من المهار ميته ولقينا الخيل كلهن على المهره هذه ترضع من هذه وترضع من هذه وتمشكلنا. وهم كانوا على الشط وقال عطونا حبل وعندما عطوه الحبل قط المهره في الشط. قال امها هي اللي تصلها واللي ما هي بامها ما تجيها. عندما قطها دفر ان الخيل على هلمه واحده مشت لين وصل نحرها وواحده مشت لين وصل رقبتها. قال اللي وصلتها هي امها وفعلا طلعت امها وخذها صاحبه. هذا من ذكاء وهو اشهر عارفه في الباديه. اشهر عارفه في الباديه اللي هو مشخول يسمونه مشخول ابا الميخ. هذه سالفتنا عزيزي المشاهد وانا مثل ما ذكرت ترى ما كملت السالفه. سالفه الحذربي عندما راح عند ابن عريعر ما كملت سالفته لانها تطول علينا.